واليوم تمر علينا ليلة رأس السنة يا عزيزي. فيجب على الإنسان العاقل، يجب على الإنسان المؤمن ماذا يعمل في رأس السنة؟ هل يقضيها في معصية الله ويذهب إلى المولات والمنتزهات ومعصية الله وفي له هذه الدنيا وإلى الصباح حتى يرجع إلى الدار؟ لكن على الإنسان المؤمن، على الإنسان العاقل أن يقضي هذه الليلة في مرضاة الله سبحانه وتعالى. عندما تدير عليك السنة، افرش السجادة وانت سابغ الوضوء وافتح القرآن، خلي تدير عليك السنة وانت ذاكر الله. تدير عليك السنة يا مغير الأحوال، غير حالنا إلى أحسن حال، إلى حال الإيمان، إلى حال التقرب إلى الله. وإلا شنو الفائدة أن تدير علي السنة وأني أقضيها بالمولات والمنتزهات في معصية الله؟ أنت شايف نفسك لما تدير عليك السنة وأنت ساجد إلى الله وأمامك كتاب الله تبارك وتعالى وأنت تذكر الله، الملائكة تسجل هذه الأعمال. عندما تدير السنة عليك يا ابن آدم تنزل الملائكة تسجل الأعمال. اليوم يا ابن آدم ماذا يعمل؟ دارت عليه السنة وهو في معصية الله، لو دارت عليه السنة وهو في ذكر الله سبحانه وتعالى. يا عزيز الباري عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بعد وعملوا الصالحات. اليوم اجعل لك عمل صالح يا ابن آدم، لأن هذه الدنيا عمل بلا حساب، وغدا حساب بلا عمل.